السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم حبايبي وأخواتي وأحلى متابعين في الدنيا. نورتوني وشرفتوني في حلقة جديدة من شيف السعادة. النهاردة بقى يوم كده كله طلبوا مني، وهو يوم نواعم العيد. النهارده بقى عندنا يوم انا عامله العملاء الجداد اللي عندي داخلين الجروب عندي، طبعا ما يعرفوش شغلي وما دقوش شغلي، فعايزين يعرفوا شغلي. فحبوا ان انا اعمل لهم اطباق مشكله. فالنهارده معاكم بقى، مع ان هو كان يوم صعب جدا ان انا اصوره، بس لان كتير طالبينه مني فانا قلت لا، ما ينفعش ما اصورش اليوم ده معاكم. انا ان شاء الله هصوره معاكم مهما كان التعب. فيا ريت بقى تعبي النهارده يستاهل منكم لايك. يلا بقى لايك اللي شاف الفيديو النهارده يدي لايك ويتابعني للاخر بقى، ويشوف كل صغيره وكبيره في الفيديو، عشان ان شاء الله ممكن يكون في حاجه جديده تفيدك ان انت ترتبي يومك في اوردرات نواعم العيد. طبعا البيتي فور احنا عملناه اكتر من مره على القناه، وعارفين كل الثغرات بتاعته، عرفنا بقى تكاته، وعرفنا كل حاجه عنه. انا بعمل الكيلو دقيق، رشة ملح، كيلو دقيق كحك وبسكوت. طبعا انا بستخدم دقيق دوار زي ما اتفقت معاكم. الشكورة 50 كيلو، رشة ملح صغيرة، بحط 700 جرام زبدة ساقعة، بس بخرجها من التلاجة بقالها ساعة، وبحط عليها 80 جرام سمنة بلدي. بضرب كويس لما تهيج جدا، انزل بربع كيلو سكر بودره ناعم وبرده طحناه في المطبخ عندي، وببدا اضرب كويس. انزل بثلاثة اصفر بيضه كامله، معلقه فانيليا صغيره. ابدا برضو اعجن كويس في الخلاط، وبعد كده ابدا ان انا اضيف الدقيق بتاعي واقلب تقليبه خفيفه كده لحد ما يندمج على بعضه زي ما احنا شايفين. واعجني كويس وما تقلقيش، ومش هيعمل عرق منك ولا حاجه لان هو ما فيهوش اي سوائل. بسم الله ما شاء الله. شايفين العجينه القمر نازله ازاي؟ بصي الجمال والحلاوه. قمر. دي بقى النجمه المفتوحه اللي كتير بيسالوني عليها، البتيفوريه بتاعتك دي يا مدام نجوى انت عاملاها ازاي؟ وشكل الام. وده الكيس اهو برضو اللي سالوني وبعتوا لي رساله عايزين نعرف الكيس بتشتغلي بيه. ده كيس الماني، ثمنه كنت جايباه من حوالي سنه كده، كان حوالي 250 جنيه، بس دلوقتي بصراحه انا مش عارفه سعره. بس هو يعني كان حد حلواني شكر لي فيه وقال لي بيقعد سنين وكده، فهو بسم الله ما شاء الله يعني عايش معاه كويس يعني. والتبات دي بقى بتاعت البيتي فور، انت بتجيبي بقى اشكال من عند حد، مستلزمات حلواني، بتجيبي الاشكال كلها بتشكلي بحس بمتنوعه في بيتي فورك. انا ما بحبش اعمل البيتي فور شكل واحد كده، لا انا بحب العلبه تبقى متنوعه، اشكال مختلفه، تبقى يعني ملفته للعين وملفته للاطفال. انا عن نفسي بحب كده بصراحه. هو بقول لك بقى اختلاف اذواق، بس انا بحب شكل الطبق كده يكون متنوع، مش شكل واحد كده. انا مليت الصاج بتاعي، شايفه نازله العجينه لينه، لا بتكه فيها ولا بعافر ولا بتاخد مني اي مجهود خالص. امرايه بصراحه. بجيب السجان بتاعتي زي الفل، طبعا حاجتك نظيفه، غسله حاجتك، حتى القماشه اللي انت قاعده عليها مغسوله وزي الفل، محضره حاجتك قبل ما تشتغلي. خلي حاجتك حواليكي، ما تجيش تبتقي شغل وتلاقي لا ده انا ناقص لي بودر، لا ده ناقص لي مش عارفه ايه، لا قلم وورقه. شايفين الشكل الجميل ده؟ بحبه برضو، ظريف قوي، بيدي شكل جميل، تحس كده ان هو زي قوقعة البحر يعني. انا بميل له قوي الشكل ده. تمام. بتبدأي بقى ان انتي تمسكي قلم وورقة قبل ما تبتدي شغل في النواعم. انا حاجز معايا مثلا انا حاجز معايا 20 اوردر او 30 اوردر في رمضان، اسلمهم كحك وبسكوت. يبقى انا اقعد اشوف، اجمع بقى الاوردرات دي كلها على بعض، واشوف بكتب الورق الاول بكل عميل عايز ايه، وعايز يستلم اول رمضان ولا نص رمضان ولا اخر رمضان. اللي في اول رمضان بجمعهم في صفحه لوحدهم، واللي في نص رمضان بجمعهم في صفحه واكتبهم مع بعض لوحدهم، واللي في اخر رمضان بجمعهم برضو في صفحه لوحدهم. خلاص يبقى انا كده قسمت الثلاث دفعات بتاعتي اللي هسلم بيهم. معانا برضو شكل تاني برضو اوريهولكوا اهو، ده شكل تالت برضو. شايفين بيدي شكل حلو قوي، شكل وردة ملفوفة كده، شايفين؟ لذيذ خالص يعني. المهم خلاص انت نظمتي بقى العملاء بتوعك اللي حاجزين. نيجي بقى ان احنا نبدأ نجمع بقى ورقة جديدة، وابدأ اجمع كل العملاء على بعض.
اشوف بقى مطلوب مني كله مثلا 30 عميل ده طلب مني كام كيلو بسكوت. يبقى انا مثلا عايزه 10 كيلو بسكوت، يبقى انا عارفه كل كيلو دقيق بيطلع معايا كيلو 600 جرام. عجمه انا هعمل كام كيلو. وطب انا إيه الترتيب، يعني انا عايزه اعرف يا نوجه ايه الترتيب اللي انا هشتغل بيه، هبتدي اعمل ايه الاول وايه الاخر. بصي، اول حاجه اشتغلي فيها البيتي فور، السابليه، تمام، الكحك، اللي لو عامله بسكوت زبده، البسكوت، وبعد كده الغريبه دي خليها ايه اخر حاجه. وبالنسبه لزواق البيتي فور والسابليه ده خليه اخر مرحله خالص، يعني خلاص انت خلصتي خلاص كل حاجه. ابدأي بقى ايه، انا هنا بقى زي ما احنا شايفين انا بنسوي البيتي فور، وكان في صاجين جايبهم جداد كده انا حطاهم يسخنوا في الفرن عشان اشتغل فيهم. تمام. بتبتدي بقى ان انت ايه خلاص عرفنا كام كيلو بسكوت. طيب اشوف مطلوب مني كام كيلو كحك. شايفين الجمال، شايفين البيتي فور طالع عامل ازاي، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. بيتي فور ما فيهوش غلطة. شايفة الجمال، ومش عايزة اقول لكم الريحة بقى يا جماعة. الريحة فوق ما تتخيلوا من جمال موجود فيه. ريحة رهيبة، ريحة ولا الزبدة نيوزيلندي. شايفة البيتي فوراية، بصي بصي الجمال، بصي الحلاوة، بصي البيتي فوراية دايبة ازاي، مش بتستحمل ايدي خالص. ربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا يا رب، ويرزقنا ويحسن بيه حاجتنا يا رب. خلاص. فالمهم معانا بقى عشان ما نتوهوش من بعض. عارفة بقى أنا مطلوب مني 5 كيلو كحك، 10 كيلو كحك. عارفة كل كيلو كحك بالملبن بيطلع معايا 2 كيلو. عارفة كل كيلو كحك سادة مش محشي بيطلع معايا كيلو ونص، كيلو 550. برضو هرتب أنا عامل كام كيلو دقيق. أنا عايزة مثلا 10 أو 12 كيلو بيتي فور، يبقى أنا عارفة كل كيلو دقيق بيطلع معايا 2 كيلو وربع بعد التشكيل بيتي فور. يبقى انا عارفه هشتغل 7 كيلو دقيق، 8 كيلو دقيق، 6 كيلو دقيق بيتي فور. مشي بقى وانتي ماشيه بنفس الطريقه. يبقى انتي عرفتي حاجتك هترتبيها ازاي، هتبتدي شغل ايه الاول. يبقى انا هشتغل في البسكوت، مش هرجع للبسكوت تاني. انا عارفه ان انا هشتغل للبسكوت يبقى كل العملاء مره واحده. مثلا هشتغل في البيتي فور كل العملاء مره واحده، بشطب كله مره واحده. هتلاقي نفسك انت فايقه. علب الجاهزه شارياها من قبل رمضان اللي هتغلفي فيها، سواء علب كرتون بقى، علب اكريليك، العلب اللي انت عايزه تجيبيها بتجيبيها، المريحه ليكي واللي حاسه انها هتتناسب مع المنطقه اللي انت فيها. كل واحد وليه منطقه بيبقى يعني البيع فيها ما بيدقوش في الحاجات ديت ان انت تغليها عليهم. لا، باصين للحاجات دي عايزينها شياكه. انت بقى ايه وحسب منطقتك. اهي البيتي فور ده شكل اهو، شايفين الجمال، بيبقى قمر خالص واشكال مختلفه بقى. رتبنا شغلنا، رتبنا عرفنا احنا هنشتغل ازاي، هنخلص العملاء ازاي. طيب جينا بقى دخل علينا رمضان واحنا معانا عملاء هيستلموا المفروض اول 15 يوم في رمضان. يبقى انا خلاص خلصت كل شغلي جاهز خلاص. وخلصت بيتي خلصت بسكوتي، خلصت كحك، وكل حاجه جاهزه. البسكوت الكحك واقف ان هو يا دوبك يتحط له السكر، وقت بس التغليف، يعني وقت ما اجي احطه تسيبيه في العلبه كده من غير سكر. البيتي فور والسابليه برضو في العلب هيطلع وقت التزيين بس، اول ما نخلصهم هما الاثنين بطلعهم وازينهم. تمام. فانا بقى خلاص بقى انا عارفه ان انا اخر يعني ال15 يوم الاولانيين باجي بقى ايه اول 10 ايام مثلا، لو حد هيستلم فيهم بشوف مثلا في 2 في 3 هيستلموا فيهم، يبقى انا بشطب لهم حاجتهم واغلفها في العلب وبسلمهم. انا كده على فكرة ببقى دماغي فايقة، انا كده مرتاحة. يعني بتخلصي حاجة من اللي عليكي، بتحسي ان انت انجزتي، غير لما كومي كله. ما تفرحيش ان كله عايز اخر رمضان، دي مش حاجة مش كويسة خالص على فكرة. لا، ده كل ما يبقى في عميل عايز اول رمضان، نص رمضان، اخر رمضان، بتحسي ان اشتغلتي، بس في نفس الوقت مجهودك يعني بتحسي ان هو بدأ يخف، حاسة ان فوقتي. زي ما يكون انت وراكي في شقتك غسيل مواعين وطبيخ وسوق وده وده وده. فانت بتخلصي حاجه، بتخشي المطبخ تعملي اكلك، بتعملي ده بتعملي ده. خلاص بقى بتحسي ان الدنيا ايه رايقه قدامك، يعني خلاص انا ما فاضليش مثلا غير اعمل اكلي، يبقى كده شطبت نفس الدنيا كده. ما تفرحيش بقى بكل العملاء يقولوا لك احنا عايزين اخر رمضان، لا دي حاجه مش كويسه خالص. ده بقى السابليه بتاعنا، انا عملت كميه كبيره قلت اعملها مره واحده.
خلاص. ما شاء الله عجينة السابليه، انا ان شاء الله يا جماعة السابليه انا ما عملتوش على القناة. السابليه باذن الله الاسبوع ده باذن الله هيكون نازل عندكم على القناة، عشان حبايبي اللي سألوني عايزين يطلعوا بيه شغل اوردرات في رمضان ان شاء الله. شايفين الجمال بقى والحلاوة، احلى سابليه احلى سابليه فظيع. برضو ان شاء الله هننفذوا عمري مع بعض، وهنشوف كل التكات اللي هنطلع بيه سابليه محلات ان شاء الله. خلاص بقى، فجبت بقى هو وبدأت اقطعه. شايفين شوية تكات بقى ايه عايزة اقول لكم عليها، تفاصيل صغيرة كده. شايفة مفرش سيليكون، ما عندكيش يبقى مشمع بلاستيك بتجيبيه، بتيجي قبل شغل رمضان بتروحي لاي حد بيبيع مفارش بلاستيك بتاعت الشتاء وكده، بتقولي له انا عايزه مفرش مثلا متر في متر كده، وبتجيبي مفرش تاني بتجيبيه حوالي 3 متر في 3 متر. مهم يا جماعه الحاجات دي تحضروها قبل رمضان. طب ليه يا نوجه الحاجات اللي انت عايزاها دي؟ المفرش المتر في متر ده بتحطيه على طبليتك على رخامتك، وبتقطعي عليه الحاجات اللي زي دي، لان مش كلنا عنده مفرش سيليكون. انت مش هتروح تشتري مفرش سيليكون بقى انا جايبه عشان بصور عليه والحاجات دي، مش هتروحي تشتري مفرش سيليكون عشان تعملي عليه، مشمع بيقضي الغرض. تمام. وبالنسبة بقى اللي هو 3 في 3 ده، انت بتجيبيه للزواق بقى حلو قوي قوي يعني. بتجيبيه بقى تغسليه وتخليه مخصوص للحاجات دي، بتيجي تفرديه في الارض وتزوقي البيتيفور وترصي عليه بقى، تمليه بقى كله. والسابليه نفس القصة، لان انت لو حطيتي على حاجة مش بلاستيك هتلاقيه لزق منك وممكن يتكسر وانت بتخرجيه يعني. السابليه كله بقطعه بقى قطعات السابليه بقى اشكال وانواع، انت بقى بتبدعي اللي انت عايزاه بقى انت وذوقك. اشكال انا بحب نقطه المطر دي، بحبها قوي قوي، بتبقى شكلها رقيق كده وخفيفه في الاكل كده وحلوه، بحب شكلها. المهم خلاص رتبنا بقى يومنا، وعرفنا اللي علينا ايه، وعرفنا هنشتغل ايه الاول وايه اللي بعديه وايه اللي بعديه، ورتبنا الدنيا كلها والدنيا تمام. خلاص بقى انا كده فوق، ابدا بقى واحده واحده ان انا ابدا اغلف واعبي، اشوف كل واحد مكتوب ايه يعني حاجز ايه، واكتب على العلب ده مثلا فلان ده فلان ده فلان. شايفين السابليه؟ ايه رايكم؟ كل يا جماعه ما ترقوا السابليه شويه، يعني مش قوي بس كل ما ترقوا شويه كل ما هيكون احلى. لاحظي ان في 2 بيتلزقوا ببعض، فانت لو عاملاها تخينه بتبقى صعبه بصراحه، صعبه في الاكل. اهو شايفين انا بحط ولا بيلزق ولا حاجه. شايفين برصه على ايدي ازاي فوق بعضه ازاي؟ اهو كله فوق بعضه مره واحده ولا بيجرى اي حاجه خالص. ده برضو شكل تاني، بتنوعي بقى اشكال مختلفه. شايفه الدقيق شغال جنبيها ازاي؟ بصي اهو، احط في الدقيق واطلع، احط في الدقيق واطلع بمنتهى السهوله، ولا صعوبه ولا. شايفين؟ معلش بقى يا جماعه، يعني هو انا ايدي هتبقى بقى النهارده مش مظبوطه ومش يعني متوسخه شويه، لان زي ما انتم شايفين ان الشغل كتير قوي في يوم واحد. انا عملت كل ده وضغط شغل وانا غاسله ايدي طبعا وزي الفل قبل ما اشتغل، فالدنيا تمام يعني الحمد لله. كل بقى العجينة ما بتقصر معاكي بتبدأي تبططيها وتقطعي أشكال، كل ما بتقصر معاكي تبططيها وتقطعي أشكال، وهكذا لحد ما تخلصي كل الصينية بتاعتك أو كل الكمية بتاعتك، وتبدأي بقى تدخلها الفرن. شايفين الجمال والحلاوة والسبليه الجميل ده؟ رصيته في الفرن بتاعي، وده بقى السبليهات الصغيرة الأمارات دي. شايفين؟ تحفة. أنا بزوق بيها شوية سابليه، وبعد كده اما بعمل الاطباق المشكله بتاعتي برش كده منها على الوش. الاطفال طبعا بيحبوها وبيحبوا ياكلوها قوي. اهو البيتيفور خلاص، السابليه اهوت بسم الله ما شاء الله انا سويته. شايفه اللون اهو، النجوم اهي، شايفه عسوله خالص. بتيجي كده قطعات صغيره خالص بتجيبيها للحاجات الجميله دي. ادي السابليه بتاعك، شايفه؟ بصي بصي السوا بتاع السابليه. معلش بقى اصلا انا في المكان اللي بسوي فيه فالاضاءه مش قوي بره. شايفه السابليه عامل ازاي؟ شايفه هوا، والله هوا يا جماعه، فظيع وطعمه خطير خطير خطير. اهو انا كل حاجتي بقى خلصتها، خلصت ده خلصت ده، اخش بقى ايه اكمل بقية شغلي بقى. انا لسه عندي قراقيش، ولسه عندي عامل قراقيش ساده، وعامل قراقيش مبسوسه بالعجوه، وعامل قراقيش كعب الغزال بالعجوه، ولسه هنعمل كحك. يعني ورانا موال يعني مع بعض بقى، احنا بنشجع بعض ولا هنحبط بعض؟ احنا جايين نشجع بعض.
والله وعلى قد التعب. انا بالنسبه لي هو تعب ومجهود ليه، ان أنا يعني انتوا عارفين ان الولاد وانا لوحدي وبعمل لوحدي وكل ده على نفسي، بقطع على نفسي، بغلف على نفسي، بشتري خاماتي، انا اللي باجي اعجن، وانا اللي بقطع، وانا اللي بسوي، وانا اللي بغلف، وانا اللي بتصل بالدليفري، وانا اللي بكتب الاسماء واسجلها، وانا اللي بتابع النت وارد على الاسئله. انتوا متخيلين كل الضغط ده؟ بالإضافة بقى لبيت وأولاد وحق ليهم لازم بيتعمل. فالدنيا صعبة بصراحة يعني، بس الحمد لله. يعني أنا بحكي لك بس عشان تاخدي إيه تعرفي إن يعني ما تيأسيش بقى، ما تقوليش ده أنا أصلا أنا عندي 3 ولاد، أصلا أنا عندي 4 ولاد، أصل أنا مثلا تعبانة. بصي ما تيأسيش، أهو رغم كل الضغوطات إحنا بنعافر وبنشتغل. اللي مش محتاج فلوس محتاج يثبت نفسه ويثبت كيانه ويعمل لنفسه حاجة هو بيحبها. واخده بالك؟ يعني كل واحد هو عارف بيحب ايه. انا القراقيش بتاعتي عملتها دي، المبسوسه اللي بالعجوه. شوف بمسك العجوايه بططها ازاي، بنحطها فيها بحيث تفرش في العجوايه بحالها. تيجي بقى تدخلي العجوايه الفرن، بتلاقي العجوايه كلها مفروشه عجوه. خلصتها وخبزتها في الفرن على طول، لا خمرتها ولا حاجه. شفتوا الجمال بتاعها عامل ازاي؟ شايفين الساده؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايفين الكعب الغزال، وشايفين السادة اهي برضو. شايفين القرص المبسوسة اهي داخلة على سوا، اهي قربت اهي داخلة تاخد لون من تحت. ابدأ اطلعها فوق، واللي فوق انزله تحت. خلاص اهو يا جماعة، دلوقتي خلصت القراقيش وخبزتها. دخلنا على الكحك اللي بالسمنة. ده انا عاملاه بالسمنه المقدوحه اهي، سمنه بقري بقى اتحها على النار. الريحه فظيعه، فظيعه يا جماعه، بصراحه ريحه فظيعه. انا كان عندي سمنه بقري وسمنه جاموسي، حطيتهم على بعض وقدحتهم على النار. اهو شايفين بقى، وقطعته انا الحته بقى اللي انا كنت بنقشه فيه وبوريكم بيتحشى ازاي وبتاع، راحت مني. هو كل كيلو كحك بحط له نص كيلو ملبن وربع كيلو عين جمل. شايفه المنظر؟ لا نقشه راحت. شايفين لون الكحكايه من تحت عامل ازاي؟ رهيب والله العظيم يا جماعه. كحك فعلا تحفه. وفي نفس الوقت بصي ماسك نفسه ازاي، مش بيتكسر مني، بس دايب دوبان، دايب. خلصت بقى الكحك كله، بتخبزيه وتوصي شويه بالخبيز بتاع الكحك، لان مهم قوي ان الخبيز تظبطيه كويس. ابدا بقى اخش بعد كده على ايه؟ على البسكوت. شوف انا بخلص مرحله مرحله ازاي. ابدا اخش على ايه؟ على البسكوت بتاعي. حطيت بقى السمنة، ضربتها، حطيت السكر، بعد كده نزلت بالبيض بتاعي واضرب كويس جدا. انا عايزه، لا عايزاه لونه ابيض يهيش، يبقى ايه جميل يعني. شايفه انا بحطها على كذا دفعه ازاي، مش بنزل بقى بالبيض مره واحده، لا كذا دفعه. وبصي انا عايزه اقول لك حاجه، المطبخ وبالاخص الحلويات محتاج صبر وبال طويل قوي يا جماعه. صبر وبال طويل فوق ما تتخيلي. ما عندك الصبر مش هتشتغلي. انا اسفه ان انا بقول لك كده، انا مش بحبطك، بس انت لو ما عندك الصبر مش هتطلعي شغل كويس. اتعلمي تبقى حليمه. خلاص برضو النشادر اهي، شايفين؟ عشان اللي بيقولوا بنحط النشادر وما بتفورش، لا لازم النشادر تفور عشان تتاكدي ان هي كويسه زيها زي الخميره بالظبط. انا بضيفها واعد فيها سخنه، اللي هتسيح معاكي السمنه، وهتخلي البسكوتيه تخش الفرن تفرش ونقشتها تروح. اهو ضربت المكونات، بدأت انزل بقى بالدقيق بتاعي. حاطه على كل كيلو انا عامله البسكوت ده، عاملاه 4 كيلو. انا عامله 4 كيلو بسكوت. شايفين العجينه الجمال اهي، لا احتاجت معايا لا لبن ولا احتاجت معايا اي حاجه. والله عجينه بصي موسيقى كده، موسيقى ملبن جميله بصراحه. بسم الله ما شاء الله، مقدار جميل يا جماعه، وعمري ما افكر اغيره، لان غيرته 100 مره وبرجع له تاني بصراحه. موفر وما زعلنيش في حاجة، وجميل وبيطلع كمية كويسة، ومش بيضايقني في الشغل. طب انا ليه الف بقى؟ شايفة البسكوتاية اطلعها من المكنة، الله اكبر، لا بتتكسر ولا بتتفرفت ولا القصة دي خالص.
اهو شوفوا برصت كله في الصواني، وزي ما لفت انتباهكم قبل كده الصواني بتاعتكم ما تكونش مدهونه زيت. معلش بقى الفيديو النهارده انا مطوله فيه شويه يا جماعه، استحملوني بقى لو هتزهقوا مني. بس انا بصراحه التفاصيل اللي في الفيديو حبيت ان يعني لو حد عارف ادي بيتسلى معانا وبيسمع تاني، ولو حد مش عارفها هو بيستفاد ان هو ازاي يرتب يومه قبل النواعم، قبل نواعم العيد. يعني ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين يا رب، ويجعل الرزق والخير كله في بيوتكم. اهو برص، ضروري تسيبي مسافة بين كل بسكوتة وبسكوتة، وما تدهنيش الصواني، دي حاجات انا باكدها معاكي عشان تبقي عارفاها. بصي شايفة العجينة؟ بصي انا عايزة اوريكي ملمس العجينة اختلف ازاي لما قعد. كل ما بتقعد عجينة البسكوت النشادر كل ما بتتغير، شايفة؟ عاملة زي ما تكوني عاملة عيش وسايباه يخمر. الموضوع مختلف خالص بصراحة. فهو كل ما بتسيبي عجينة البسكوت شوية قبل ما تشتغلي كل ما بيطلع نقشته حلوة كده وقمراية كده. شايفة البسكوت اهو؟ ما شاء الله السكان كبيرة طبعا، وانا بسم الله ما شاء الله كمية كويسة، ولسه بقى بنكمل ان شاء الله. فانا بقى ايه هخلص كله كده بقى ونطلع ايه نخبزه مع بعض ونشوف احنا خبيزه إيه هيكون ازاي ان شاء الله. انا حطيته في الفرن زي ما احنا نار وسط. شايفة البسكوت؟ بسم الله ما شاء الله، منظره يفتح النفس. البسكوتية شوفي نقشتها لا راحت ولا سكعت في الصاج كده وما قبتش، ولا قبة زيادة عن اللازم، مظبوطة عن مسطرة. شايفة؟ ولا الطعم خطير خطير خطير. اهو كله كده اسويه وابدا بقى اجيب العلبة اول ما يبرد معايا. خلاص اتأكدتوا انه برد، الجو ساقع وما تسيبيش الحاجة ترطب. ضروري توصل حاجتك للعميل وهي مقرمشة وجميلة وفريش وحلوة. انا حاطه العلبه بتاعتي وبرص فيها البسكوت كله مره واحده. اهو معانا كل كميه البسكوت اللي احنا شايفينها دي بقى ارصها. اهو بسم الله ما شاء الله عطى كميه كويسه خالص. ابدا بقى ارصها وابدا اكمل شغل. بس ضروري يا جماعه، ضروري وباكد عليكم تاني ومليون، ضروري 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 انك يعني وانتي بتشتغلي تكوني مرتبة حاجتك. رتبي حاجتك ضروري، لان انت لو مرتبتيش حاجتك هتتوهي وهتبقي بتشتغلي وانت متضايقة. انزلي قبل ما تشتغلي خالص، انزلي لمي كل حاجة النواعم من السوق، هاتيها كلها واشتغلي فيها مرة واحدة وحاجتك تحت ايدك. ما تلاقيش بقى كل شوية لا ناقص لي سكر بودرة، لا ناقص لي زبدة، لا ناقصني مش عارفة ايه. لا انا انزل اجيب حاجتي كلها جنبية وانا شغالة. دخلت دلوقتي عجنت الغريبة بتاعتي، وطبعا الغريبة برضو لها فيديو على القناة. سهلة وجميلة خالص، غريبة 10 دقايق هتعمليها. بدأت بقى ان انا جبت بقى اشكال انا اشباه الغريبة. شايفين كورة كده على قد ديت، وببدأ بقى ارص في السجان. ومعايا بقى يا لولي بقى اللي هو الكريسب ده الوان، يا اما معايا اللي هو سما منزلاه، يا اما معايا انا بقولك الاختيارات. يعني لو انت بقى عاملاها بالسمنه البلدي بتحط لها بقى عين جمل من فوق، او اي مكسرات بندق لوز اللي انت عايزاه بتحطيه على وش الغريبايه. خلاص لو انت عاملاها سمنه عاديه يبقى تحطي بقى ايه بتجيبي الشوكه كده بتروحي حطاها في العجين، غرزاها في العجين، وتروحي مخرجاها. يكون عندك كاكاو كاكاو خام مش محلى، بتحطي حبه في طبسيه وتبداي تمسكي الشوكه تحطيها تغرزيها في العجين وانا طري كده، وبعد كده تحطيها في الكاكاو بتاعك، وبعد كده تضغطيها على وش الغريبايه. بتدي شكل جميل، ضغطه بسيطه يعني ما تضغطيش جامد، بتدي شكل لذيذ. عايزه برضو تغيري، بتاخدي حته عجينه حوالي 50 جرام على كل نص كيلو دقيق، حته عجينه 50 جرام، وتبداي تحطي عليها شويه كاكاو، معلقه يعني او نص معلقه كاكاو صغيره، ما تكتريش. تبدأي شايفة الغريبة؟ بصي يا جماعة شايفين من تحت عاملة ازاي؟ معنى كده انها ناجحة 1000000% من كتر ما هشة مخرمة من تحت. شايفة؟ بصي السوا بتاعها هو ده اللي انا عايزاه، لا هي بقى حمرة جامد ولا هي بيضة. انا بحب الغريبة مظبوطة كده. شايفة؟ خدت التريحة في الصاج كده اللي هي ايه بتقولك انا هشة، بس بقى ايه لا كبرت زيادة عن اللازم ولا بقى شكلها وحش، قمرايه.
شفت بقى خلصنا كله اهو مع بعض اهو، احنا ولا خدنا حاجة خالص، بس طبعا خدت انا طبعا وقت. انا كل ده منتجته معاك، وده كام كذا ساعة يعني. وببدأ بقى ان انا ازوق الايه البيتي فور والسابليه معانا بطريقة كويسة جدا. طبعا الزواق ده يا جماعة انا مش هقدر اقول لك بقى زواقي ازاي واعملي ايه. لا انا اقدر اقول لك بس خليكي انت حساسة في موضوع موضوع الزواق، لان الزواق بالفينش ده يا جماعة بيظهر الشغل بطريقة غير طبيعية. هو ده اللي بيجذب الأطفال، هو ده اللي بيجذب الكبار. لو حد انت عارفة ان هو بيحب قوي في الحلويات الشكل وكده، لا اهتمي بالموضوع ده. وما تقوليش ده احنا في ارياف، ده احنا مش عارفه ايه، مش هيدقوا في الحاجات دي. لا صدقيني، شغلك هيبقى مميز، شغلك هيبقى معروف. بتعملي العلبه كده ملفته للناس، يقولك ما فيش حد بيعملها غيرها. بس فضروري ضروري ضروري ان انت تهتمي بالفينش بتاع العلبه بتاعك. والنظافة طبعا مش هنتكلموا عليها. شايفين شوية أشكال أمارات ازاي؟ بصي القلب ده وبصي القلب ده اللي عليه 3 نقط دي عسلات بجد. بحب شكله أوي وهو متزوق. بحب كده يوم الزواق ده. يعني أنا خلصت كله بقى، كله كحك والدنيا بحالها خلصتها. جيت بالليل بقى جبت البيتي فور والسابليه وقعدت أزوق فيهم. خلاص قعدت اهو بمزاج بقى بمزاج، عارفة بقى ان انا عندي تاني يوم توزيع. فانا بقى قاعدة بمزاج، قاعدة بزوق في السابليه وفي البيتيفور مع بعض. انا حابة بس ان انا طولت معاكي شوية ان انتي تشوفي يعني افكار. احنا بنشارك مع بعض افكار. انا على فكرة انا مبقاش محضرة حاجة، انا بعمل افكار عشوائية، بيتيفوراية سابلهاية. شايفين البيتيفورة دي اهي. باجي بقى الشكل اللي كنت موريهولكوا ده، ببدأ اغطسه خالص في الشوكولاتة، ويطلع اروح حاطة عليه عين جمل من النص. بيبقى مرايا خالص بقى خالص، بحبه بقى. وحتى الاطفال يحبوه، اصل يعني ده الكبار بيحبوا الشوكولاتة، ما بالك بالاطفال. شايفة حطيت عليه عين الجمل من فوق بقى، شكله قمر قمر قمر. والقلب اللي عليه 3 كريسبي ذهبي ده على الابيض حلو قوي قوي. والقلب برضو اللي عليه 3 خطوط بني وعين جمل ده. لا، كله اشكال جميلة بصراحة. كله اشكال جميله ورقيقه كده، وتحس بقى ان هو شغل محلات قوي في نفسه كده. البيتوفورايه تاكليها تروحي في دنيا تانية، بتحسي ان انت ايه، روحتي في دنيا تانية. دايبه وفي نفس الوقت ماسكه نفسها، مش اللي هي دايبه اللي بتتكسر دي، اللي هي بتبقى عامله زي البودره ببقك. لا لا لا، انت بتاكلي لقمه طعمها حلو قوي 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 يعني قوي. ريحته حلوه. شوكولاتته حلوه، تستاهل عالي قوي. طبعا لا يقول لي بتشتغلي ايه. انا بشتغل اللوكس بتاعي، في ناس طالبه لوكس لو متذوق بعين جمل، انا بشتغله بشوكولاته سما. سواء دارك سواء حليب، انا بستخدم شوكولاته سما. وبالنسبه للعادي انا بستخدم شوكولاته فيينا. شوكولاته فيينا. وشويه بقى اللي شايفين الشوكولاته الزواق الكافيه ده عسل خالص، عسل عسل عسل. انا عامله درجات منه، فاتح شويه اهو، اغمق شويه. يعني ايه مشكله كده. شكلي بقى انت بقى، واشكال وانواع دي بقى ايه ذوقك بقى. ان شاء الله انت هتعمله احسن مني مليون مره. اليوم كان صعب النهارده بصراحه، بيبقى يوم ضغط قوي. اصعب يوم على اي واحده بتعمل اوردرات هو شهر رمضان، في النواعم والعزومات وترتيب الشغل والقلق والتوتر وبيتها وولادها، ولو في عزايم، لو في. فبصراحة الموضوع صعب جدا. بس انت قدها وقدود، اجمدي كده وخدي ثقة في نفسك. انت جدعة وشطورة وهتقدري ان انت تشتغلي وتنجحي. ما تيأسيش، ولو عايزة تشتغلي حاربي لحد ما تشتغلي. ما تيأسيش من حد بيقطم منك، ما تيأسيش من حد بيقولك مش هتنجحي، هتفشلي. لو جوزك مش موافق، واحدة واحدة ان شاء الله. ما تزعليش جوزك ابدا ولا تعملي مشكلة. بس واحدة واحدة كده. ابدأي سايسيه، ابدأي حايليه. كل واحدة عارفة مفتاح جوزها فين يا جماعة، ومعاها المفتاح تقدر تفتح وتقفل زي ما هي عايزة. ابدأي سايسي جوزك، وابدأي قنعي واحدة واحدة. انا صدق ان انا هعمل كارير لنفسي، انا هقدر ان انا انجح. انا هقدر ان انا اثبت نفسي قدام نفسي، حتى بلاش خالص قدام الناس. انا عايزة اكبر قدام نفسي قبل ما اكبر قدام الناس. فضروري قوي ان انا احارب من اجل حاجة انا بحبها، يعني ده حاجة مهمة قوي. اشتغلي وما تيأسيش، انا معاكي. واي واحدة زي ما قلت لكم قبل كده حابة ان هي اساعدها في موضوع الاوردرات يا جماعة، انا معاكم. انا معاكم. الواتس بتاعي ومعاكم على اي اسئلة على القناة. طبق المشكل بقى طالع قمر قمر. وشايفين انا بعمل ايه بقى.
انا طبعا عامله بسكوت، عامله كحك، عامله غريبه، عامله سابليه، عامله 5 اصناف، فمطلعه الكيلو مشكل. طب الطبق الكيلو مشكل ده مطلعاه بكام يا نوجه؟ الطبق الكيلو المشكل ده انا مطلعاه ب150 جنيه، كله سمنه بلدي. يعني الغريبه بالسمنه البلدي والمكسرات زي ما احنا شايفينها اهي، والكحك معمول بالسمنه البلدي وعين الجمل خلاص، والبيتي فور خليط ما بين الزبده والسمنه، والسابليه نفس الحكايه. يعني الدنيا كلها كده ايه، يعني مظبوطه يعني. طب انا عملت الطبق المشكل ده، كل صنف هو 5 اصناف، كل صنف 200 جرام. كل بحط كحكه اهو 200 جرام، وببدا احط بيتي فور 200 جرام، والسابليه 200 جرام، كله على نفس الموضوع تمشي عليه. كان معايا برضو في اليوم ده، كان معايا قراص مبسوسة، مش عارفة هو غباء مني ولا ايه ان انا عملت كله في يوم واحد. يعني كان المفروض اسيب القراقيش والقراص المبسوسة لانها تعبتني بصراحة اليوم ده قوي. هي كمية مش كبيرة، بس في نفس الوقت برضو وقت انت كنت انت اولى انت تريحي فيه يعني. بس بصراحة انا قلت بقى ايه، لا انا اخلص مرة واحدة واخلص شغلي مرة واحدة وابقى انجزت مرة واحدة. صدقيني الفيديو النهاردة كله تفاصيل حلوة وكله تفاصيل مهمة ممكن تكون انت مش عارفاها او تايهة عنك، فان شاء الله بنذكر بعض بيها. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب شغل سعيد وفتحة خير عليكم كلكم يا رب. افتح عليكم يا رب بحق الأيام المفترجة، وجعله خير علينا وعلى أمة محمد أجمعين. والناس تفرح وتنبسط، وانتوا تشتغلوا وتنجحوا وتحققوا ذاتكم. انجحي من بيتك واشتغلي من بيتك. الشغل مش عيب يا جماعة خالص، الشغل مش عيب صدقيني. طالما بتشتغلي وانت في وسط ولادك، وتشتغلي وانت في بيتك ومش مقصرة في بيتك، والبيت تمام والبيت ماشي زي ما هو، مفيش حاجة اتغيرت فيه، يبقى اشتغلي واتكلي على الله. وحاولي مرة واتنين وتلاتة لحد اللي مش موافق يوافق، ولحد ما تنجحي وتقولي للكل انا نجحت، انا نجحت وتحديت نفسي ونجحت. اطباق شكلها بصراحه جميل، اطباق شكلها مشهي. وعملت الاوردرات دي يا جماعه اللهم بارك، حلوه قوي وعجبت كل العملاء اللي خدوا منها قوي قوي قوي، لدرجه ان هم طلبوا كتير تاني. بس طبعا انا ما رضيتش اعمل، لان خلاص انا كان لازم اريح شهر شعبان عشان دخل عليا موسم رمضان، فانا جسمي برضو محتاج راحه. كفايه عليا كنت يعني بشتغل اوردرات بقى فطير وحاجات من دي يعني عزومات صغيره كده. فكان لازم برضو الواحد ناخده قسط من الراحة عشان الجسم يقدر يكمل معانا بقية المشوار بتاعه، ان احنا ناويين ان شاء الله ان احنا نكمله. خليكي كده إيجابية، وخليكي واثقة من نفسك واشتغلي. واحنا كلنا ايد واحدة وبنساعد بعض. في قناة شيف السعادة، أي حاجة هتحتاجيها أو هتقف معاكي حلها عندنا إن شاء الله، والإجابة عندنا مش هنطلع بره خالص. وكل الوصفات اللي ناقصاكم ومحتاجينها للعيد ابعتولي في اي تعليق تحت وقولولي عليه، وانا ان شاء الله هطبق لكم الوصفه قبل ما نشغل في شغل اوردرات رمضان. فيا ريت بقى الفيديو النهارده لو وصلت لحد هنا وانت حبيبه قلبي من جوه، يا ريت بقى ما تبخليش عليا بلايك حلو من لايك الجميل بتاعك، والتعليق والكومنت القمر اللي بيديني طاقه ايجابيه ان انا اكمل. لو عجبك الفيديو النهاردة لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلك مني كل فيديوهاتي وكل جديد إن شاء الله. أنا نجوى وشيف السعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة بقى قبل ما نختم الفيديو، عايزة بقى تشوفوا الجمال ده بعد ما بيخلص بقى شكل الأطباق شكلها ايه يا جماعة. وادعوا لي دعوة حلوة من قلبكم ان انا اكمل، وان ربنا يعيني على ولادي وعلى بيتي وعلى مشروعي وعلى القناة ان هم ينجحوا بإذن الله، واعمل الكارير اللي انا بحبه وان انا نفسي اكمل فيه ان شاء الله. يا رب يتقبل منا جميعا ونحقق كل احلامنا ان شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.